السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير ولقاكم فيديو ديال اليوم بأفضل الأحوال. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الزر ديال الجرس باش ان شاء الله توصلوا بالجديد، وايضا حطوا لي اللايكات. بالنسبه لللايك راه غير باش تشجعوني باش نحط لكم فيديوهات ونجيب لكم مواضيع اللي تستافدوا منها ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو غنناقشوا قضية مهمة بزاف عند الأغلبية، وغتكون ماشي مهمة عند ناس قلال، مهمة عند الأغلبية ديال الناس. كيف ما في العنوان، كيف ما كتشوفوا في العنوان، كيفاش غنعرف الوجه الحقيقي ديال الصديقة أو لا الصديق، واش كيغير مني أو لا بالعكس يعني باغي ليا الخير. بزاف ديال الحوايج كنشوفوهم في الاصدقاء ديالنا عكس داكشي اللي كنتسناو، سواء في التصرفات ديالهم او لا تقريبا غير في الضحكه ديالهم. يعني فاش كتعطيوهم شي خبر او لا شي حاجه كتسناو واحد رده الفعل اللي كتكون كتسناوها نتوما تقدر ما تكونش، يعني ما تشوفوهاش في داك الصديق ديالكم. بالعكس داكشي اللي كتسناوه داكشي اللي كتسناوه يعني ما غاديش تلقاوه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول انني نزيل الستار على هذه القضيه هذه. ولكن الا اكتشفنا يعني هادشي اللي غادي نقول لكم، حاولوا ان داك الصديق ما تخسروش، يعني نحطوا ندير ليه واحد التقييم. حنا هنايا علاش غنعطيكم هاد النصائح؟ باش اننا نعرفوا كيفاش نقيموا واحد الشخص، يعني وكيفاش غادي نحطوه يعني في الحياة ديالنا، كيفاش غادي نتعاملوا معاه، والرتبة اللي غادي نعطيوه من الاخر، وكيفاش غادي نتعاملوا معاه. واش غنبقاو نتعاملوا معاه مزيان اولا غادي نقص لنا داك التعامل. يعني هادشي اللي غادي نكتشفوه مع بعضياتنا في هاد الفيديو، كيفاش غنتعاملوا معاه. مهم نبداو الموضوع ديالنا. اول حاجه هي ان داك الشخص او داك الصديق او ديك الصديقه لا يشعر بالسعاده من اخبارك الساره. مثلا فاش كتكونوا مثلا، انا نعطيكم باغ اكزومبل، فاش كتكونوا دافعين مثلا ساليتو قرايتكم كتكونوا نتوما انت واحد الصديق، يعني اللي صديق ديالك كتبريباريو شي كونكور. نعطيكم مثال غير كونكور مثلا ديال التعليم، دفعتو ليه بجوج، بريباريتو بجوج ونجحتي انت مثلا، باغ اكزومبل نجحتي انت وهو ما نجحش، وانت فرحان وديك الفرحه ديالك يعني باغي انك تبارطاجيها مع داك الصديق ديالك. كتمشي عنده مثلا تقول ليه فلان انا راه نجحت وهذا وهذا، وكتسنى منه واحد الرده ديال الفعل. فهمتيني؟ ديك رده الفعل اللي كتسنى نتايا ما طراتش، يعني كتسنى واحد الفرحه، واحد مبروك عليك، وديك الابتسامه وديك الفرحه اللي يعني غتخليك لقلبك يعني تحس بداك الشخص انه باغي لك الخير. بالعكس كتلقى واحد الصدمه وواحد الملامح غير سعيده. ايوا مبروك الله يكمل بخير، ولكن كتعرف ان الشخص يعني ما فرحانش لك. هذا الصديق اش غنقول لكم، يعني غير حاولوا انكم تعطيوه ثقه شويه. مهم ما تخسروش، ولكن قلت لكم انكم تقيموه، يعني تعرفوا كيفاش تتصرفوا معه. يعني داك النوع ديال الاصدقاء ما كيكونش باغي لك الخير الاخر. ثاني حاجه تقليل من انجازاتك. مثلا كتكون دافع نيت، حنا نبقاو في نفس الموضوع ديال لي كونكور، وضربت انت تماره وحافظ وكلشي ونجحتي، وهاد الصديق ديالك يعني بحال كيقول لك ايوا صافي، يعني ماشي شي حاجه بحال هكا. يعني كاين هاد النوع ديال الاصدقاء، كاين وكاين اللي كيبغي لك الخير، كاين اللي باغي لك الخير، كيفرح ليك فاش تكون شي حاجه كتحس بيه فرح لك من قلبه. ولكن قلال الخير صراحه راه كيبغي لك غير والديك وخوتك وبعض خوت، يعني كاينين على حسب. ولكن الخير صراحه كيبغيوه لك، كي قلت لكم والديكم وخوتكم هما اللي كيفرحوا لكم. اما حتى راه كتلقى بزاف ديال العائلات اللي كيكونوا الخوت يعني ما مفاهمينش مع بعضياتهم، يعني شي كيغير من شي، وكاين ثاني اللي لا بالعكس. المهم من غير هاد الناس يعني ما تسناش شي حاجه. كيكونوا اصدقاء ولكن نسبه ديال 10% او لا 20% ما كيفوتوهاش. بحال هكا
كتعطيه الخبر انك نجحتي مثلا في الكونكور، اشنو كيدير هو؟ كيقول لك ايوا مبروك لك، كمل عليك بالخير. غير كتفوتوا شويه من هنا لهيه تيبدا داوي عليك. يعني يكون مع في شي مجمع مع الاصدقاء، ولد الحرام عنده الزهر، صدقات ليه ولد الحرام، كيقولش لا وزعما راك تستاهل وضربتي تماره، لا بالعكس. يعني هذا اش غنقول لكم، آه هاد النوع حتى هو غير عطيه اتساع من الاخر بلا ما تقيمو بلا والو. هاد النوع يعني غير شدو وعطيه اتساع، تلاقيتي معاه السلام السلام لاباس بخير، صافي سدات مادام ما بقاوش طولوا يعني معهم الهضره ولا تعاودوا ليهم مشاكل ديالكم ولا تعاودوا ليهم الحياه ديالكم الشخصيه ولا هذا. فهاد النوع يعني راه ما باغيش لك الخير وحاسدك وكلشي. يعني هاد النوع غير سد عليه وصافي. ثالث حاجة، يتعمد أن يتجنبك في أوقاتك الصعبة. يعني شنو؟ هذه قاصحة شوية صراحة. حد الصديق اللي كتلقاه ديما عندك كيدق عليك، ديما معاك، ديما كيسول فيك، داركم مولفين ديما داخل خارج، حتى من الوقيتات فاش كيجي يسول فيك يعني عارفين داركم. هاد الوقيته بداو يتسناو يقولوا لك توصل عليه مثلا 4 داركم غيوليو يقول لك وراه قربي فلان يجي، او راه وقت فلان هادي. ولا قدر الله انت وقع لك شي مشكل شي نهار تأزمتي اولا كانوا عندك مشاكل مع الدار وتزهيرتي بزاف يعني، وما لقيتيش اللي يوقف معاك، كتقول مع راسك راه عندي واحد الصديق ديالي غادي يعاوني. كتمشي تقلب عليه، هذاك كتكون بلعات والارض يعني ما كتلقاهش بتاتا. وإلا لقيتيه وكيكون عنده الفلوس، هاد الصديق يعني كتعرفوا عنده الفلوس، عنده شي بركه يعني يقدر يعاونك، كيتخلى عليك. باش كيتخلى عليك بالاعذار، تقول ليه فلان راه انا كتعاود ليه المشكل وكذا وكذا، وكتقول ليه راه عندي مشكل وهذا ووقف على الفلوس مثلا وعندي هذا، وكيبدا يخلق لك الاعذار. صاحبي والله لا الا الله كانوا عندي ومشيت خديت ليهم، خديت الوالده مريضه عيانه مشيت شريت ليها الدواء مثلا، ولا كان واحد السيد كان كيسلفني يلا عطيتهم ليه، كون جيتي دابا شويه قبل كون راه عطيتهم ليه. واش هادي دابا هضره؟ دابا كون جيت دابا قبل شي ساعه كون خديتهم. المهم هاد النوع ديال الاصدقاء تا هو بعدو منه عطيوه اتساع، ما تعاودش ليه الاسرار ديالك والمشاكل ديالك. خلي داك الرابط ديال الصداقه ولكن في حدود. يعني لاباس بخير كلشي بخير، كانت عندك شي مناسبه عيط ليه، كانت عنده حتى هو شي مناسبه عيط لك، سير عنده دير معاه الصواب وصافي. حيت هاد النوع ديال اللي فيه هاد الخاصيه الثالثه، راه ما غاديش تخلى منه ديك الخاصيه الاولى والثانيه، يعني كيكون جامعهم بثلاثه. وفهمتوني؟ كيكونوا جامعينهم بثلاثه. وهذا الشيء كيكون بزاف حتى من البنات، يعني حتى من البنات كيلقاو نفس المشكل، يعني كيكون عندهم صحاباتهم اللي كيوقفوا معاهم وهذا وهذا، وفي الاخر فاش كتوقف عليها في شي حاجه وقت الحزه ما كتلقاهاش. كيقول لك اللي داك المثل كيقول لك اللي ما لقيتوش وقت الحزه ديالي، ما لقيتوش وقت في الحزن ووقت اللي انا محتاجه، ما نبغيهش حتى وقت الفرح ديالي. المهم كاينه تاني رابع حاجه، وهذه راه هادي فاش كيتفرشوا الصراحه الاغلب ديال الدراري، اولا نقولوا الاغلب البنات حيت هذه كتكون بزاف عند البنات، انها مثلا كيكونوا جوجات مع بعضياتهم خدامين في نفس البلاصه، وحده كتكون يعني فاش كتكوني لابسه ولا مقاده ولا شي حاجه، هي كتبغي تخسر لك، لا هذه ما جاتش معاك وانت عارفه راسك اصلا جات معاك داكشي علاش لبستيها ما جاتش معاك ولا هذا، ولا كتغير منك وكتبغي دير ما احسن منك. يعني تقدري تمشي تكوني شاريه شي لبسه تمشي حتى هي تاخذ اللبسه بحالك، فهمتي؟ باش تبان زعما بحالك وتبان حسنه منك. المهم هذه بزاف كتكون ما عرفتش كتكون في الدراري او لا، المهم كتكون في البنات بزاف. المهم هادو هما 4 ديال الحوايج اللي كيخليوك تكتشف الوجه الحقيقي ديال الصديق ديالك. نتمنى هاد لا فيديو تكون خفيفه على قلوبكم. ما تنسوناش من لايكات ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الزر ديال الجرس، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم زوينين. وشكرا بزاف.